في البداية كان الموضوع كله مجرد هزار. ياسين شاب بيحب الرعب وبيضحك عليه كمان، قاعد لوحده في شقته بيتفرج على فيلم وبيسخر من كل اللي بيشوفه. بالنسبة له مفيش حاجة اسمها خوف. لكن عند الساعة 3 الفجر كل حاجة بدأت تتغير. مشهد في الفيلم، واحدة واقفة قدام المراية، شمعة حمرة وكلام غريب. ياسين ضحك وقرر يجرب بنفسه. دخل الحمام، طفى النور، ولع الشمعة ووقف قدام المراية. في الأول كان بيهزر، لكن مع كل كلمة الصمت حواليه كان بيزيد. وفجأة صوت حاجة بتتكسر في الصالة. قلبه وقف لحظة، لكن لما خرج ملقاش غير فازة واقعة. ضحك على نفسه وقال أدي آخرة الهبل ده. لكن اللي حصل بعد كده ما كانش هزار خالص. من الليلة دي وياسين ما بقاش لوحده. أصوات همس، حركة في المطبخ، إحساس إن في حد بيراقبه. بس الرعب الحقيقي كان في المراية. وهو بيغسل وشه حس بحاجة غلط. حركته مش زي انعكاسه، كان أبطأ، كأن اللي في المراية مش هو. ومرة واحدة انعكاسه ابتسم، ابتسامة واسعة غريبة ومش بتاعته. ياسين اتجمد مكانه، ومن اللحظة دي كل حاجة بدأت تنهار. بقى مش عارف ينام، كل ما يقفل عينه يحس إن في حد واقف جنبه. حتى وهو لوحده ما بقاش حاسس إنه لوحده. الظلال حواليه بقت بتتحرك، والهمس بقى أوضح، لدرجة إنه بقى خايف حتى يصلي. كل ما يقف يحس بنفس وراه، لحد ما في يوم قرر يطلب المساعدة. راح لشيخ وحكاله كل حاجة. الشيخ بصله وسكت شوية، وبعدين قال له انت فتحت باب ما كانش لازم يتفتح، واللي دخل مش سهل يخرج. الكلام وقع عليه تقيل، بس كان عارف انه حقيقي. بدأ يحاول يصلح اللي عمله، يصلي ويقرب من ربنا. واحدة واحدة الحاجات دي بدأت تختفي، لكن الخوف ما راحش. لحد النهاردة ياسين بيقف قدام باب الحمام ويبص للمراية من بعيد، بس عمره ما يقدر يقرب تاني، لأنه عارف إن في حاجة لسه مستنياه هناك في الناحية التانية. ما تنساش اللايك والاشتراك